سور الأزبكية اللي تربينا نلف فيه على كتاب مستعمل بجنيه ولا اتنين، واللي فيه ناس كانت فاكرة ان زمنه خلص رجع تاني بعد التطوير. ايوه هو ده سور الأزبكية، بس انسى اللي فات كله وامسح الصورة القديمة خالص من خيالك. هل تصدق ان الممرات الضيقة بقى شكلها كده تنظيم ونظافة وشياكة يخليك عايز تتصور مع الكتب مش بس تشتريها؟ في فيديو النهاردة هنشوف شكل السور بعد التجديد، وانت بنفسك هتجاوب على السؤال: هل السور لسه يستاهل الزيارة؟ خليك معايا للآخر عشان تشوف سور الأزبكية في شكله الجديد. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. بداية الفيديو قدام الشكل اللي لسه تقليدي في العتبة، ومن قدام جراج العتبة ووسط الناس والزحمة والجزء اللي لسه مستني دوره في التغيير، لفينا ورايحين على المكان القديم والمشهور لسور الأزبكية عشان نشوف بقى شكله عامل ازاي ضمن خطة تطوير ميدان من أزحم ميادين مصر ومن أصعبهم في التعامل معاه. طبعا واضح ان من خلال الأسوار الحديد اللي موجودة هنا لسه في شغل بيتعمل عشان يستكملوا تغيير الميدان واحدة واحدة، ولأنه ولأهمية الميدان التجارية ولأهمية الشوارع المحيطة بيه كان لازم يتعمل التطوير والناس شغالة بشكل أقرب للعادي. الجزء اللي احنا فيه هو ساحة معمولة عشان يتعمل فيها فعاليات ثقافية وندوات مختلفة، لكنها لسه مستنية دورها في التفعيل، وعشان كده الناس استغلت الوضع برضو بيبيعوا فيها لغاية ما ينتهي المشروع. ناس كمان فرشت هنا سجاجيد عشان يصلوا جماعة. وشايفين بقى سور الأزبكية بقى شكله عامل ازاي. بصراحة المكان أبهرني بعد التجديد. اللي فاكر المكان هنا كان شكله عامل ازاي هيفرح قوي لما يزوره دلوقتي. هتلاحظ هنا حركة كتير من الناس، لأنه في وسط المكتبات وفي قلبها حرفيا موجود مخرج من مخارج مترو الأنفاق محطة العتبة. ادي اهو الناس اللي خارجة من مخرج محطة العتبة، واظن مش محتاج اقول ان ده اقرب محطة لمسار رحلتنا لانها جواه بالفعل. شوفوا بقى هتلاقوا اسماء كتاب كتير مكتوبة على ناصية كل ممر، واللي بالفعل سموا الممرات على اسمائهم: زكي نجيب محمود وانيس منصور ومصطفى محمود ويحيى حقي ونجيب محفوظ وغيرهم من الكتاب والروائيين اللي أثروا الحياة الثقافية في مصر. المكتبات هنا زي ما احنا شايفين اتصممت بشكل راعوا فيه الطراز اللي يتناسب مع تاريخ القاهرة ومع أعمال تطوير حديقة الأزبكية، واللي السوق هنا اتسمى سور الأزبكية وهو سور حديقة الأزبكية. مكان هنا جهزوه بكل وسائل الحماية المدنية، وبصراحة أنا شايف إن اللي حصل ده من أجمل وألطف الحاجات اللي حصلت في قلب القاهرة الخديوية. أكشاك خشبية جميلة ونمط موحد رائع، وعدد المكتبات هنا 133 مكتبة جنب بعض وعلى بعد خطوات من مكانهم القديم. بصراحة شكل يفتح النفس للزيارة والقراية. ولو لسه موجود معايا في الفيديو أتمنى إنك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. يا عم عبده مش كده. لسه مع بعض في ممرات سور الأزبكية بعد التجديد والتطوير ضمن خطة موسعة لتجديد العتبة كلها. شايفين لوحة هو مكتوب عليها: مرحبا بكم في سور الأزبكية العظيم، واللي تأسس سنة 1907 قبلة الغني والفقير. جملة معبرة جدا، لأن فعلا الغني اللي بيدور على كتاب نادر في الغالب بيلاقيه هنا، والفقير اللي بيدور على كتاب رخيص مفيش أجمل من هنا. لسه بنتمشى مع بعض في ممرات سور الأزبكية بعد التطوير، وبنشوف شكل اهو محطة المترو والناس بتصلي اهو جنب مكتباتها وأكل عيشها. السور هنا بدأ من سنة 1907 وكان مجرد سوق حوالين حديقة الأزبكية هي اللي قدامنا دلوقتي، واللي ورا السور الحديدي ده بيتجمع فيه بياعين الكتب المستعملة والنادرة، ومع الوقت بقى رمز ثقافي ومكتبة مفتوحة للكل. أتمنى بس بعد التطوير إننا نحافظ على نظافة المكان، لأني لاحظت بعض الأوراق المرمية هنا واللي أتمنى إنها تختفي. حكاية السور كمان بترجع للخديوي إسماعيل لما عمل دار الأوبرا الملكية
واللي كانت في ميدان الأوبرا واللي اتحرقت في وقت من الزمن. كان جنبها حديقة الأزبكية واللي جاب ليها أشجار ونباتات نادرة، وقت ملتقى للفنانين والمثقفين، وجنبهم جم بياعين الكتب القديمة والمستعملة. ومع الوقت الفرشات اللي كانت على الأرض اتحولت لأكشاك صغيرة، ورغم صغر الأكشاك دي لكنك بتلاقي فيها كنوز، واللي بيحبوا القراية هيعرفوا معنى كلامي كويس. في مجموعه كده دلوقتي دول لقيتهم مختلفين. انا عندي 4 بس اللي موجودين، ممكن الوازي وده انتوا اقول قدامك اهو. وده فيه لسه موجودين جوه ممرات سور الأزبكية، وبنتفرج على شكل المكان وبنشوف أسماء الكتاب والأدباء والروائيين اللي متسمي على أسمائهم الممرات اللي احنا بنعدي فيها مع بعض. بنلاقي كمان ممر طه حسين، وبنلاقي ممر توفيق الحكيم. وبنشوف شكل المكان بقى عامل ازاي بعد التطوير الرائع، وجنب حديقة الأزبكية اللي قربت تتفتح بعد التجديد والتطوير. سور الأزبكية اللي احنا فيه هتلاقي فيه كل أنواع الكتب. موجود قدامكم كمان الجرايد اللي موجودة هنا، واللي بيحطوها في كيس بلاستيك كده عشان يحافظوا عليها، منشتات صحف وكلمات بترسم تاريخ أيام جميلة وأيام صعبة مرت بيها مصر. احنا لسه المتعة ممتدة وسط سور الأزبكية اللي تلاقي فيها الروايات والدراسات والكتب الأجنبية والمجلات وكتب الأطفال وكمان الكتب المدرسية. وزي ما قلنا بتلاقي الجرايد القديمة واللي الناس بتحب تشتريها وليهم ذكريات معاها ومع زمانها. تصميم المكتبات مستوحى من العمارة الإسلامية وتصاميم الأرابيسك، وفعلا الممرات دي سهلت قوي الحركة بين المكتبات المختلفة. ولو لسه موجود معايا في الفيديو أتمنى انك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وانت ماشي كده هتلاقي متعلق بقى اسعار كتب مش هتصدق ازاي هي رخيصة كده، 10 و20 و30 جنيه ممكن تشتري بيهم نفائس الادب والتراث لكبار الكتاب. في ناس بتتصور ان سور الأزبكية كتب قديمة بس او كتب مستعملة، لكن الحقيقة ان بيتباع هنا كمان كتب جديدة وروايات، وسعرها بيختلف حسب دار النشر والمؤلف. طبعا طريقة تسعير الكتب بتتعلق بالعرض والطلب، يعني ممكن تلاقي كتاب ب3 جنيه وممكن تلاقي كتاب ب1000 و2000 جنيه، وخاصة بقى أمهات الكتب والكتب النادرة. طبعا الميزة هنا انك ممكن تلاقي كتاب مثلا ب10 جنيه طبعة قديمة لكتاب طبعته الجديدة حاليا في المكتبات ب100 جنيه. معظم اللي قاعدين قدام المكتبات او اللي بيبيعوا الكتب هتلاقيهم ابناء او احفاد اصحاب المكتبة الاصليين، واللي ورثوا من ابائهم حب المهنة. زي ما حضراتكم شايفين واضح اهو من ورا السور اللي قدامكم، وده باب كده هيكون مفتوح على حديقة الأزبكية واللي بيتم فيها عمليات تطوير حاليا وقربت تتفتح قريب ان شاء الله. لو سألت بقى أبناء أصحاب المحلات وأصحاب المكتبات اللي موجودة قدام حضراتكم هيقولوا إن هم سعداء جدا بالتنظيم الجديد وعزل سور الأزبكية عن زحمة البياعين وعن المطاعم في العتبة، لكن بيعانوا شوية من حجم المكتبة وإنها ضيقة نسبيا وما تستوعبش كمية الكتب اللي عندهم. عشان كده بيفرشوا بره شويه، لكن على جزء صغير كده على طرف المكتبه موجود ومبني بيحطوا عليه كتب، وبعض الناس يعني جابت بعض الاجزاء الخشبيه كده وحطت عليها عرض الكتب. فعلا متعة كبيرة وانت بتلف هنا، ومع التطور اللي حصل في وسائل التواصل بقى ممكن حاليا تطلب كتب من مكتبة هنا ويوصلوا لك الكتاب ويضيفوا ثمن التوصيل. اصحاب المكتبات هنا بيقولوا ان ذوق بعض القراء اتغير، وان الناس بقت تتأثر بالترند والدعاية على وسائل التواصل، بقى اللي بيدور على كتب العقاد وطه حسين وإحسان عبد القدوس ويوسف إدريس ويوسف السباعي وغير دول من الكتاب قل شوية. كمان في تراجع نسبي في الطلب على الكتاب الورقي، وفي شريحة بقت تحب تقرأ الكتب بالنسخة الإلكترونية أو الرقمية. لكن اللي بيحب القراية الصح لازم يلمس ويحس ورق الكتاب ويشم كده ريحة الحبر، والكتب القديمة دي بيكون ليها ريحة مميزة جدا. ولو لسه موجود معايا في الفيديو أتمنى أنك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير.
الجزء البعيد شوية ده هيكون فيه دورات مياه وهيكون فيه كافيتريات، وقدام الجزء اللي هيكون فيه الندوات والفعاليات الثقافية. لسه بنلف جوه سور الأزبكية، واللي هو مش مجرد مكان لبيع الكتب، ده علامة ثقافية فريدة وأكبر سور لبيع الكتب القديمة في مصر والشرق الأوسط. ادي منزل محطة مترو العتبة اللي موجود جوه سور الأزبكية، واللي ممكن تستخدمه كمان انك تنزل منه وتخرج بره السور على شارع 26 يوليو او شارع الجمهورية من جوه محطة مترو العتبة. اتمنى المحافظة على نظافة المكان، وان يكون في رقابة مستمرة، واعتقد بعد الانتهاء من تطوير العتبة هيكون الوصول لهنا اسهل بكتير. كمان واحنا بنلف شايفين شكل الفوانيس المميزة اللي بتنور بالليل، عشان الناس اللي حابة تزور المكان بالليل وتحس فعلا في زيارتك بالليل بدفء مشهد الكتب ودفء القاهرة التاريخية. زي ما قلت لكم اتعمل هنا كافيتريات ودورات مياه ومساحات للندوات، ولسه في اجزاء مستنية دورها في التشغيل. يعني رحلتنا النهاردة مش طويلة بس مفيدة، شفنا فيها المكان الفريد لسور الأزبكية الرائع، واللي بدأ يجذب شرايح وأجيال جديدة، واللي شافوا إن المكان ممكن يكون فرصة لفسحة مختلفة تجمع بين التمشية والتصوير واكتشاف عالم الكتب من جديد. تشجع بقى أصحاب المكتبات الاهتمام أكتر بجذب شرايح الشباب. مكان فعلا مهيأ لفسحة عائلية، واعتقد مع اكتمال المشهد والجزء اللي احنا فيه يتحط فيه مقاعد كده تيجي كمان تشتري كتب وتقراها هنا. لسه بنتفرج على شكل المكان مع بعض، ومحاولة مهمة للحفاظ على التراث وإنعاش الثقافة في قلب القاهرة، ورجوع بقى المنطقة هنا كمعلم ثقافي وحضاري متكامل بعد سنوات من الإهمال والعشوائية. أتمنى إن رحلتي معاكم جوه سور الأزبكية تكون رحلة مفيدة، وأعتقد تكون فتحت نفسك إنك تيجي تزور المكان بعد التطوير اللي حصل وتشتري الكتب اللي بتحبها. أتمنى رحلتي تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.